هما الاثنين صح مش مشكله، بس كل ما وديت كوع لقدام السلام عليكم يا رجاله. هتكلم عن تمرين البايسبس بالبار. التمرين ده من اقوى التمارين اللي بتشغل عضله البايسبس. هنشوف مع بعض الاداء السليم دلوقتي. اول حاجه لما بمسك البار يكون البار في مستوى وسط ايدي الزاويه العامه. باجي قبل ما اطلع بالوزن لازم احمل الوزن على كف ايدي، كف ايدي هو اللي بيزق الوزن مش الصوابع خالص. هطلع لحد صدري هنا اهو، وابدا انزل. النزله تكون هاديه نسبيا وفيها تحكم، طلع فيها الزفير والنازله فيها الشهيق. في زاويتين للتمرين، ممكن ارمي كوع قدام شويه كده واطلع لحد دقني مثلا وابدا انزل، وفي ناس ثانيه تشتغل وكوعها لورا بالشكل ده. هما الاثنين صح مش مشكله، بس كل ما وديت كوعي لقدام انا بشتغل بستهدف المنطقه دي اكتر شويه، كل ما رجعت كوعي لورا بستهدف لفوق اكتر شويه. في زاويتين مختلفين برضو. انا كل ما بوسع ايدي كده بالشكل ده وبشتغل انا ساعتها بشغل الباي من جوه، كل ما بضيق ايدي هشغل الباي من بره بالشكل ده. لكن لو انت شخص مبتدئ ولسه بتلعب جديد مش محتاج اصلا تشتغل على الزاويتين دول، انت محتاج اصلا الزاويه العامه العاديه جدا اللي في مستوى وسطك بالشكل ده. سواء اشتغلت بالبار المسطح او البار الزجزاج الاثنين صح مفيش مشكله، بس هو ميزه البار الزجزاج بيكون مريح للريست. لكن لو عاوزين الافيد للباي بيكون بالبار المسطح اقوى شويه. لو انا برضو بمسك الزجزاج لازم اتاكد ان مسكتي في اتجاه الريست السليم، يعني ريست ايدي اتجاه المناسب لجوه شويه. ما ينفعش تبقى ماسك المسكه دي، لازم ريستك يكون لجوه شويه. فانا هبص على البار هلاقي الكسره دي هي دي مناسبه لاتجاه الريست السليم. هبدا اشتغل نفس القصه بالظبط ونفس الاداء، بس بيكون ريستي مرتاح شويه. او لو انت عندك مشكله في ريست ايدك ما ينفعش تشتغل بالبار المسطح. بقول لك يا شباب اشوفكم الفيديو الجاي.